مساء الخير يا جماعة، أنا رينا. النهاردة هقدم لكم تاون هاوس كورنر في الهايد بارك. الهايد بارك امتداد شارع 90 بالتجمع القاهرة الجديدة، وعندنا منها أكتر من تصميم بيكون في موجود في الهايد بارك. تصميمات خارجية للفيلا اللي بتكون كلاسيك وبتكون مودرن. أنا قدمت قبل كده مودرن، والنهاردة أنا معايا الكلاسيك ومعايا تاون هاوس. قبل ما ادخل في ديتيلز، لو اول مره تشوف القناه ما تنساش سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مساحه المباني معايا 320 متر والارض 360 متر. ارضي اول روف، 4 غرف، 4 حمام وريسبشن ومطبخ. وطبعا هو بيتسلم بدون تشطيب والدفع كاش، واحنا ممكن نعمل انستالمنت على حسب ظروف او على حسب الوظيفة اللي بيشتغلها المشتري والدخل الثابت الموجود. دي بيانات بتتبعت لي على الواتساب بعد ما بيكون خلاص قررنا هناخد انهي فيلا او استريحنا انهي فيلا. وقتها بعمل البيمنت، ولازم يقول لي المقدم في البداية، ولازم يقول لي انا يناسبني ادفع شهري كذا، وهنا بقدر اسلمه فوري. ولكن طبعا بيكون في اوراق مطلوبه من جهه العمل، وانا كده بسطت الدنيا جدا وخليت كل الناس اللي نفسها تسكن في فيلا سهل قوي ان هي تستلم وتسكن الصبح كمان لو عايزه. يلا نروح نشوف التاون. خليكم معايا، اوعوا تروحوا في اي حته. قرار شراء العقارات من أهم وأكبر القرارات اللي ممكن تاخدها في حياتك، لأن العقار ممكن يكون سبب في راحتك لو اخترت تسكن فيه، وممكن يكون مصدر دخل ويعود عليك بمكسب كبير لو قررت تستثمر فيه. البحث وتحري الدقة من أهم العوامل في اتخاذ القرار المناسب. مجال العقارات بيحكموا حاجتين: بيع وشراء، بائع ومشتري. عالم العقارات مع رينا سليمان. طيب انا عندي التاون مميز، عندي جاردن اماميه وخلفيه. مش كل التاونات نفس الموضوع. بعتذر عن الميه اللي في الارض، يعني انا كده داخله من الجهه الاماميه. باب الفيلا بيكون على ايدي الشمال اهو. انا هدخل على الريسبشن وبعدين اخرج على الجاردن. ريسبشن جميل جدا، مش محتاج يتعمل فيه اي حاجه. هطلع درجتين على السلم علشان اوضح المساحة الموجودة للريسبشن. بس فكرت بقى ان انا في الاول ادخل يعني اخرج من الريسبشن على الجاردن عشان نشوف الجهة الخلفية للجاردن بتاعتنا. هنلاقي ان في باساج لاندسكيب، وهيكون كمان موجود ده الكلاب هاوس. المبنى المربع اللي قدامنا ده الكلاب هاوس، وكمان هيكون واضح حمام السباحة من فوق، يعني من الأدوار العلوية. كله من الواقع. ده الكلاب هاوس، هو ده. فاحنا يعني خطوتين بنكون داخل الكلاب هاوس. بصوا شكل الازاز حتى من بره عامل ازاي، تحفة صراحة. طيب انا هدخل تاني البيت مرة كمان، وبعدين بقى نبتدي نتكلم في التفاصيل. فاحنا عندنا اول حاجة بتقابلنا حمام ضيوف، ودي ممكن تبقى سيرفيس للحمام. في ناس بتحطها يعني لاندري، وفي ناس تانية بتعملها سيرفيس بقى، مش عارفة الايه بصراحة. ده ستوريج، فهو سنة مضلم وانا مش عاملاه ستوريج، هو فعلا ستوريج. بصوا بقى المطبخ، حاجة جميلة جدا، مساحة ممتازة. وعندي هنا غرفة مربية ومعاها حمام، ولو احنا كمان مش محتاجينها ممكن ندخلها في المطبخ، مع ان انا شايفة المطبخ دلوقتي يعني مساحته ممتازة. هنطلع بقى الدور الاول، هنلاقي معانا 4 غرف. ليه بقول 4 غرف وانا مصممة؟ لان ما ينفعش يا جماعة غرفة المعيشة تكون في وسط غرف النوم، صعب جدا.
فدي اول غرفة معايا. احلى حاجة في البيت ان هو انارة بالنهار مش طبيعية، انا مش منورة اي لمبات خالص ولا اي نجف، هو لوحده كده منور. انا بحب البيوت الكبيرة اللي بيكون فيها نور. بصوا البلكونة دي معايا، والبلكونة ليها يعني ليها تو انترنس، يعني واحد في الغرفة اللي جنبي والتاني في الغرفة اللي انا واقفة فيها. دي الاطلالة من الغرفة دي واللي جنبها طبعا، لان هما نفس اللاين يعني. الجاردن بتاعتي من فوق الامامية، وده حمام بيسرفز على الغرفتين. احنا لسه ما دخلناش الغرفة الماستر عشان دي حكاية، دي اللي هما بيقولوا عليها غرفة معيشة، بس انا شايفة لأ، مصممة يعني. ومن اول هنا ابتدينا في الماستر. فمعانا هنا الغرفة مساحتها كويسة قوي قوي ومنورة جدا ما شاء الله يعني. وبعدين بصوا بقى الدريسنج حاجة وهمية، بصوا قد ايه دريسنج جميل جدا. بصوا الحمام، الغرفة الماستر اللي هو حضرتك اصلا لو بتقول غرفة صغيرة حضرتك ممكن تاخد من التويليت شوية يعني. هوريكم برضو الاطلالة كده سريعا. بصوا بيني بقى وبين الكلاب هاوس، فانا ما فيش حد قدامي. وانس ان انا عملت حمام سباحة في الجاردن انا فعلا عندي برايفسي عالية جدا. هنطلع بقى الدور الثالث. وهيكون معايا غرفة عملاقة، عشان كده بقول خلي غرفة المعيشة في الدور الثالث. زي ما حضراتكم شايفين مساحة الغرفة ممتازة ممتازة، واعتقد ان هي تكون غرفة معيشة على الروف حلوة قوي، عشان حتى واحنا عاملين حركات وبتاع في الروف يبقى احنا مستمتعين فعلا بالبيت، مش مستخدمين جزء وجزء، لا ده الروف معايا. هجيب لكم بقى هنا حمام السباحة اللي موجود في الكلاب هاوس، يعني هقربه شوية يا رب يكون واضح. كل الارض اللي على يميني دي تبقى لاندسكيب لانها خلاص اتبنت. وبعدين هخرج وادخل الروف الناحية التانية، الاقي الروف ده خدمات، يعني ايه شوية بقى غسيل بيتنشر، شوية حاجات بتتخزن، مش عارفة حاجات صيانة بتحطوها فوق، حاجات بتخزنوها، حاجات يعني يمكن انا مش فاهم فيها قوي، بس هو ده استخدامه يعني، مش هيتقعد فيه، هو ده الكونكلوجن يعني. طيب عشان نعرف السعر مطلوب مننا اكتر من طريقة نقدر نوصل بيها للسعر. نقدر ناخد الفيديو نبعته واتساب يترد علينا بالسعر. لازم يا جماعه شير الفيديو، مش هينفع حد يبعت لي صوره، لان احنا عندنا ما شاء الله فيديوهات كتيره جدا. فبسيطه قوي، تحت الفيديو اسفل الفيديو هنلاقي مكتوب كلمه مشاركه بالعربي، شير بالانجلش، هنبعته واتساب على الرقم اللي هيكون موجود او اللي انا هقوله دلوقتي. دي طريقه تانية اسكرين على 031 طريقة تالتة ان الفيديو يوصل ل 500 لايك، هطلع وقتها اقول السعر بشكل مباشر. واهم طريقة فيهم الويب سايت بتاعنا www.yourhome-easy.net. رينا سليمان، شركة يورهوم عقارات. بس اشوفكم قريب، باي باي.